إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سلام المسيح مع الجميع. موضوعنا النهاردة رد على فيديو اعتراف خطير: عدد اختلافات مخطوطات العهد الجديد أكبر من عدد كلمات العهد الجديد. ده فيديو عمله التاعب من فترة، واحنا هنحاول نرد عليه ونفند الاعتراضات اللي اتقالت واحدة واحدة، وفكرة فكرة هنعرضها. وركزوا يا جماعة، لأنه الموضوع ده موضوع النقد النصي هما بيلعبوا فيه كتير، وطبعا التدليس عندهم في الموضوع ده ملوش حد. نسمع أول فيديو ونرجع نعلق عليه. بيقول لك ومع أن البعض يقولون إن 95% من هذه الاختلافات لا تغير المعنى الحقيقي للنص. خلي بالك، ده البعض، لأن فكرة هو الاختلاف ده بيغير في المعنى ولا لا، والاختلاف ده مؤثر ولا لا، ده ديبيتبل، ممكن نتناظر ونختلف ونتجادل في الموضوع ده. لا، احنا مش محتاجين ان احنا نتناقش ونجادل فيها. بارت ايرمان، وده واحد من العلماء، حسم الموضوع ده. وده طبعا واحد من الايقونات عندكم اللي انتوا بتستشهدوا بيه كتير جدا. لكن الراجل ده قال كلام مهم جدا في خصوص نقطة اختلافات المخطوطات دي. طبعا الكتاب بتاعه مسكوتنج جيسس، والترجم من المسلمين بيقول: سيكون خطأ لنفترض أن التغييرات الوحيدة التي يجرى إجراءها كانت من قبل النساخ الذين لهم مصلحة شخصية في صياغة النص. في الواقع، فإن معظم التغييرات الموجودة في مخطوطاتنا لا علاقة لها باللاهوت أو الأيديولوجية. عندنا واحد تاني هو بول ويجنر، وده واحد من علماء النقد النصي، ليه كتاب اسمه Textual Criticism of the Bible، في صفحة 25، وبيتكلم عن التغييرات النصية دي، وقال إيه على نقطة التغييرات دي. بيقول: أهمية النقد النصي، وللمساعدة في وضع هذا في منظوره الصحيح، فإنه عادة ما يقال إنه لا توجد عقيدة لاهوتية أو مسألة تعتمد على متغير نصي. دي العادة في النقد النصي، إن مفيش عقيدة لاهوتية متأثرة بأي متغيرات نصية أو اختلافات نصية بين مخطوطات العهد الجديد. مفيش ولا تغيير نصي بيأثر على أي عقيدة كتابية. طيب، غير كده عندنا واحد تاني وهو بروس ميتزجر، وده أيضا فارس النقد النصي، علم من أعلام هذا العلم. بيقول إيه عن الموضوع ده في كتابه The Oxford Unitated Bible. طبعا الكتاب ده مشهور جدا في النقد النصي، ويعتبر مرجع احنا بنرجع ليه لما نعوز نفهم حاجات في النقد النصي ومخطوطات العهد الجديد والكلام ده كله. بروس ميتزجر بيضيف لنا الآتي: وعلى أي حال، فإنه يجب إضافة أن الغالبية العظمى من هذه القراءات المختلفة الغالبية العظمى تتضمن تفاصيل غير هامة، مثل التهجئات المختلفة، الاختلاف في ترتيب الكلمات، وتبادل المترادفات، وفي القراءة القليلة نسبيا المتبقية، وتتضمن المعنى الجوهري للنص. فالعلماء المعاصرون عادة ما يستطيعون تحديد ما الذي يقوله النص الأصلي باحتمالية قد تقل أو تزيد. الغالبية العظمى تتضمن الحاجات اللي احنا قلناها دي: اختلاف ترتيب كلمات، تبادل مترادفات، تهجئات مختلفة. لكن في العادة حتى الاختلافات اللي ممكن تأثر على معنى النص، العلماء بيقدروا يحددوها ويحكموا فيها لصالح العهد الجديد. نسمع الفيديو ده. والعهد الجديد فيه كام كلمة؟ على حسب انت هتعد انهي نسخة من العهد الجديد. فلنفترض ان هو ده الرقم. عدد الاختلافات اللي ما بين مخطوطات العهد الجديد اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. فكر كده بس، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت مش عارف او مش فاهم النتائج اللي بيوصل بيها النقد النصي للعهد الجديد. لانه ببساطة شديدة، يعني هي نفس الفكرة بتاعت الاقتباس اللي فات اللي قريناه، انه حتى الإحصائية اللي هو بيقولها دي، العدد الكبير من الاختلافات ده إحصائية مضللة. ليه؟ لأنه بص، بروس ميزجر بيقول إيه: الغالبية العظمى تتضمن تهجئات مختلفة، اختلاف في ترتيب الكلمات، تبادل مترادفات. هي الفكرة مش في الرقم، الفكرة إيه هي نوعية الاختلافات دي. هل هي مؤثرة بالدرجة اللي أنت متخيلها ولا لأ؟ هل هي حاجات تبدو وكأنها خلاص إحنا مش قادرين نفهم إيه هي رسالة العهد الجديد؟ لأ، فهي الرقم نفسه مضلل، إنه عدد الاختلافات أكبر من عدد كلمات العهد الجديد. لأ، هي الفكرة فحص نوعية هذه الاختلافات، إيه طبيعة الاختلافات دي، وإيه مدى تأثيرها على موثوقية ومصداقية العهد الجديد. نشوف الفيديو الجاي ونرجع نعلق عليه. بقى كمان، إذا كان 95% من هذه الاختلافات لا تغير المعنى، يبقى على الأقل عند هؤلاء البعض 5% بتغير المعنى ومؤثرة. طيب إذا كان عدد الاختلافات هو هذا الرقم، 5% من هذا الرقم هو هذا الرقم، شوف الرقم ده كبير قد إيه.
طيب نروح لكتاب أيعيدون اختراع شخصية يسوع، وشارك في كتابة هذا الكتاب العالم الشهير دانيال والاس. في الصفحة 101 بيقول إيه: لكن وضع العهد الجديد لا يصل إلى مثل هذه الصورة القاتمة، فمن ضمن 138 ألف كلمة في النص الأصلي ربما يوجد فقط كلمة واحدة أو اثنتان ليس لهما سند مخطوطي. كلمة واحدة أو اتنين من ضمن العدد ده كله ممكن ما نلاقيهاش في المخطوطات. بس قال حاجة أهم في صفحة 102: ما هي الحقائق اللاهوتية موضوع المخاطرة؟ إن الإجابة المختصرة على السؤال عن الحقائق اللاهوتية موضوع المخاطرة في هذه الاختلافات هي لا توجد حقائق لاهوتية موضع المخاطرة. فمعظم علماء العهد الجديد يتفقون في الرأي بأنه لا يوجد مبدأ أو عقيدة لاهوتية أو تعليم في العهد الجديد تعرض للخطر بسبب الاختلافات النصية. يرجع هذا الرأي إلى جي إي بينجل الذي توصل لهذه النتيجة بعد فحصه 30 ألف اختلاف، ومنذ أيامه برهن الكثيرون غيره على نفس الأمر أنه لا يوجد مبدأ أو عقيدة كتابية قد تعرضت للخطر بسبب الاختلافات النصية. ففكرة إن أنت تقول إن في اختلافات مؤثرة وتطعن في عقائد الكتاب المقدس، الكلام ده مش صحيح ومش مظبوط، ومفيش حد، أنا شخصيا معرفش حد من العلماء بيقول الكلام ده أو عنده دليل عليه، لأن الظاهر من الاختلافات النصية العكس، مفيش عقائد أو حقائق لاهوتية تتأثر بها. وفي صفحة 227 بيقول كلام مهم جدا: إن الوثائق الأصلية للعهد الجديد قد فقدت. خلاص النص الأصلي أو المخطوطات الأصلية مش موجودة، واتكلمنا عن الموضوع ده كتير قبل كده، ولكن محتواها تم حفظه بأمانة في آلاف من النسخ، وإننا اليوم واثقون من حوالي 99% من الصياغة الأصلية، كما أن ألوهية المسيح أو قيامته الجسدية لم يتم الشك فيهما في أي مكان من العهد الجديد بسبب الاختلافات النصية. وعلى الرغم من أن الكثير من صياغة النصوص قد تعرض للتغييرات على مر القرون، إلى أن جوهر الحقائق التي تدعيها المسيحية قد ظلت سليمة. ففي نقطة كمان مهمة في الموضوع ده، إنه طالما أنا كواحد بيعمل في مجال النقد النصي قدرت أحدد الاختلافات النصية اللي بين مخطوطات العهد الجديد، يبقى أنا عندي القدرة على استعادة ما يقوله النص الأصلي. طالما إيدي حطيتها على الحاجات أو الاختلافات النصية، قدرت أعدها وقدرت أعمل لها إحصاء وقدرت أحددها، يبقى أنا عندي القدرة على تحديد ما يقوله النص الأصلي. زي واحد بالظبط يعني عرف المرض اللي عنده، بالتالي هيقدر يعرف العلاج، هيقدر يعرف أسباب المرض. فطالما أنا قدرت أحدد الأخطاء النسخية والاختلافات النصية، يبقى أنا قادر أحدد النص الأصلي. خدوا بالكم من الحتة دي، إنه أنا عندي النص الأصلي قدرت أحدد الاختلافات اللي حصلت. نشوف الفيديو الجاي ونرجع نعلق عليه. بالتالي بيغربلوا هذه المخطوطات عشان يطلعوا منها أكثرها احتمالا في أن يكون دقيقا، أكثرها احتمالا. عملية بشرية. الكتاب المقدس كتاب بشري من بدايته وإلى نهايته، البشر هم اللي بيحددوا كل ده. طبعا الطريقة اللي انت استدلت بيها دي، الاستدلال ده غلط. ليه؟ لأن كل الكتب بما فيها الكتب المقدسة، سواء الكتاب المقدس أو القرآن أو أي كتاب في العالم، انتقل لنا عن طريق أيدي بشر، وكتبوه بشر، وجمعوه بشر. فانت لو هتمشي بالمبدأ ده فانت بتضرب مصداقية قرآنك. طيب نروح نشوف نتائج علم النقد النص ده بقى وصلت لإيه. The Textual Criticism of the Bible لبول ويجنر بيقول لنا كلام مهم جدا في صفحة 24: في الحقيقة إنه يستطيع أن يزيد الثقة في موثوقية النصوص الكتابية. يعني العملية اللي انت بتقول عليها عملية بشرية دي، علم النقد النصي ده أثبت موثوقية النصوص الكتابية، مش زي ما انت بتحاول توهم المستمع إنه يطعن في موثوقية العهد الجديد. نروح كمان للترجمة اليسوعية صفحة 15. انتوا صدعتونا قوي بالترجمة دي الصراحة، لكن بتقول لنا: ومهما يكن من أمر فإن النتائج التي حصل عليها علماء نقد النصوص منذ 150 سنة جديرة بالإعجاب، وبوسعنا اليوم أن نعد نص العهد الجديد نصا مثبت إثباتا حسنا. نتائج علم النقد النصي من 150 سنة أثبتت موثوقية العهد الجديد. لو عندك العكس اثبته، لكن في النهاية هو ده أسلوب التاعب، محاولة التشويش والتشكيك الدائم في موثوقية الكتاب المقدس. لكن حتى النقد النصي بيثبت موثوقية الكتاب المقدس، وبيثبت أن العهد الجديد نص موثوق فيه نستطيع أن احنا نعتمد عليه. في النهاية أتمنى يكون الفيديو أفاد الكل. صلوا لأجل كثيرا ودعموا القناة باللايك والشير، ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.
وسلام الرب يكون مع جميعكم، وألقاكم على خير في فيديوهات قادمة بنعمة المسيح.